بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في كويزين ريتاج. معكم أم سلسبيل. اليوم إن شاء الله الأم ديالي كالعادة تعودتوا عليها ما شاء الله وراكم فرحانين بها. اليوم إن شاء الله راح تقدم لكم البسطيلة على طريقتها بالسلق وبالديول اللي كانت خدمتهم. ديجا راني نزلت الفيديو وشفتوا طريقة الديول. هنا خبيناه في كونجيلاتور في وقت الحاجه باش راح نديرو البسطيله. هامليك ديكونجلاو يعني راهم ما شاء الله. هامليك نبداو على بركه الله في المقادير. عندنا اولا 3 ربطات تاع السلق. ماما السلق تنقيه تقطعوه تحطوه في طنجره وترحيلو البصل وتخليه يدبال بغردو، ما تغليه ما تفورو. ديجا راكم شفتونا من قبل كيفاش درناه. ومن بعد ديرلو المعدنوس والحشيش. هنا عندي البيشاميل تاني ماما تخدمها بالبصل. كيفاش دير؟ تقطع البصل، دير الزيت، تحمسها بيان، ومن بعد دير الفارينه ودير الحليب عادي كيما البيشاميل اللي موالفه ديريها، برك هي تزيد لها البصل تقولك يعطي لبنه هايله، وثاني فلفل اسود. عندنا هنا نص ربطه تاع معدنوس، عندنا هنا شويه زيتون كوبي اخضر، وهنا الفرماج حسب الذوق واللي عندك في الدار. انا درت غير 5 حبات. وعندنا هنا زبده هاي ليك مارغرين يعني اللي عندك في الدار باش تدهني بيان سور الوريقات. وكيما نقولوا البطل تاع البسطيله هو الورقه تاع الديول هاي ليك. بالمناسبه نوجه تاني تحيه لاخواتنا المغربيات يديروها بزاف ما شاء الله عليهم، نوجه لهم تحيه بهذه المناسبه. نبداو على بركه الله. تشوفوا التحضير تاع ماما. بسم الله. هنا راح تبدا بالفرماج. هاتي نشد عليك الفرماج. هاي بدات به غيدخل فيه في السلق. هنا راح نضيف الزيتون مقطع كوبي، يعني الزيتون انتي واش حبيتي. مي نصيحه يعني ما تكتريش منه بزاف باسكو علاش هو مالح والسلق معروف باللي فيه الملح. هنا المعدنوس هاي جاتو كامل وديجا يدار. ديجا كي كان يتحمس السلق راني سبق وقلت لكم درناه. هنا لا بيشاميل برك حباباتي حبيت نوري لكم بلي هاوليك البصل هاوليك هاو يبان يعني دبلاتو مليح ماما. وكي دبلاتو مليح دارت لافارين وحمستها 4 مغارف تاع فارينه، حمستها مع الزيت مع كاس ونص تاع حليب وتخليهم يطيبوا. بعد في الاخر ديري الفرماج اللي عندك في البيت. هنا ندير لك البيشاميل هاوليك. انا ندير لها تدريجيا وتشوف. نزيد لك بيشاميل هاي ليك. يعني تبعوا الخطوه بخطوه. السلق شويه تجريه يعني ما يكونش حاكم روحه. هاوليك حباباتي وين وصلت ماما الحد تاع البيشاميل حبست. هاي ليك ما يكون جاري مطلوق ما يكون محكوم. هنا ماما يدهنت البلاط تاعها قلت لكم بالمارغرين ولا واش عندك. هاي تفرش في الورقه الاولى تاع ورقه الديول. هكذا بعد لها شويه هكذا. يعني شوفوا الورقه ما شاء الله هاي ديك تنطوى كيما تحبيها. يعني كنا ديجا درناها في المجمد وهاي جبدتها هاكي. هذه خليناهم ديكونجلاو وهاي تخدم بهم نورمال. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وتنجحوا فيهم يا ربي.
هكذا. ودوك تدهن، هايليك تدهن في الورقه، يعني ضروري قالت لك تدهنيها. باش تجيك مليحه لداخل هكذا. نسقموها مليح. وراح دير الحشو كيفاش قلتلك. هاي فرغت كامل هذاك الحشو تاع السلق. حبيتي ديري تاني صدر تاع الدجاج تفديه وديريه من الفوق، يعني لك الاختيار. حنا حبيناها اليوم سامبل. هيك هنا حباباتي راكي دارت السلق الحشو. هاي البيشاميل اللي فضلت لنا شويه راهي دارتها على الوجه تاع السلق، ودوك تشوفوا توريكم كيفاش تغلق. هاي ليك كيفاش يتغلق فيها. يعني هي حاجه بسيطه وسهله وتناسب بزاف، يعني ما يجوك ضياف ديريها. هايله رمضان تاني هايله. نخرجوا شويه على البوراك. كاين اللي يديرها بالحوت تاني تجي هايله، كل واحد كيفاش يديرها. دوك راح تغلقها بالوجه هدايا، يعني تغطيها. هنا بعد ما سقمتها مليح راهي تدهن فيها، يعني ضروري تدهنيها بالزبده. تقدري شويه زبده مخلطه بالزيت ولا يعني كيما تحبي. ومن بعد ندخلوها للفرن حتى تحمر من الفوق ومن التحت باش نعرفوها بلي راهي وجدت. نزيد وحده وخلاص، هذه الاخيره. انا نخلي ماما تكمل هكذايا، راهي ديرها وتزيد تدهن، يعني نورمال تسقمي لها برك الوجه ديالها تفتح فيها. ندخلوها للفرن الطيب ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم تشوفوها كيفاه. هاي لك حباباتي البسطيله راهي وجدت معنا، خدات لون دوغي، راهي ما شاء الله ريحتها. واش نقول لكم، اذا عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم جاموا ابوني للقناه.